السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي، أحلى متابعين في الدنيا. إذا كنتي من اللي بيحبوا الفطير بس ما بتحبيش تبذلي مجهود كبير، يبقى الفيديو ده عشانك. هتعملي أحلى فطيرة بجد بحشوات كتيرة جدا، حشوات بسيطة ومتوفرة عندنا كلنا بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية، مش هتاخد مننا لا وقت ولا مجهود، والنتيجة تحفة. يلا بينا نسمي الله ونبدأ مع بعض. هحتاج لفة من الجلاج، وزي ما قلت الحشوات دي اختياري، يعني أنا لقيت عندي شوية فلفل رومي كده بارد وألوان عملت بيهم ميكس، لقيت صباعين سوسيس، شوية زيتون، جبنة رومي، المتاح عندك هتستخدميه. حتى الجلاج زي ما انتوا شايفين انا الجلاج عندي سليم، لكن احنا ممكن لو احيانا كده بنجيب الجلاج ونلاقي يعني ورقاته مش مظبوطه، نسيبه فتره في الفريزر فنحس انه متكسر. الوصفه دي هتبقى حلوه قوي. هنجيب الجلاش بتاعنا وهنقطعه لدواير علشان يدينا الشرايط اللي انتوا شايفينها، ولو كان متكسر زي ما قلنا مفيش مشكله. هنجيب بقى صينيه وهندهنها باي ماده دهنيه، وهننزل بنص الجلاش بتاعنا، ولا اسهل من كده. هنجيب بقى معلقه من اي ماده دهنيه عندنا، سواء كانت زبده او سمن مش مشكله، هننزل بيها زي ما انتوا شايفين. بعد كده هننزل بالحشوات بتاعتنا، الجبنه الرومي، السوسيس، لو عندنا سجق لحمه مفرومه، ما عندناش هنستخدم ميكس من الفلفل الالوان والجبنه الرومي، بيبقى طعمها حلو قوي مع الزيتون. وهننزل بالنص التاني من الجلاش زي ما انتوا شايفين. الموضوع سهل وبسيط، وتقدري تستخدمي زي ما قلنا اي حشوات متوفرة عندك. دلوقتي بقى هنيجي للخطوة اللي هنسقي فيها الصينية بتاعتنا. هنحتاج نص كوباية من المرقة، مرقة دجاج، مرقة فراخ، المرقة العادية المكعبات أو المرقة الفورية مش هتفرق. نص كوباية من الحليب، نص كوباية زي ما انتوا شايفين كده من أي مادة دهنية عندنا. أنا عملت ميكس من الزبدة والزيت النباتي، أي شيء متوفر عندك هتستخدميه. وهننزل بيهم بعد ما نقلبهم طبعا على وش الصينيه بتاعتنا، ولا اسهل من كده. عايزه اقول لكم ان الجبنه الرومي اللي استخدمتها كانت هدر جبنه رومي، يعني الجبنه الرومي لما بجيبها ابشرها بيطلع قطع كده، بشيلها على جنب في الفريزر وبعدين بضربها اما في الكبه او في الخلاط او في مطحنه الخلاط. هنجيب بقى سباتشولا زي ما انتم شايفين او ظهر معلقه، ونضغط على الصينيه بتاعتنا علشان نتاكد انها اتشربت معانا كويس جدا زي ما انتم شايفين. هجيب دلوقتي بقية الجبنة الرومي اللي زي ما قلت لكم هدر الجبنة الرومي، وهنزل بيها على وش الصينية بتاعتي، بتديها طعم حلو جدا. دلوقتي بقى الفرن بتاعنا شغال على درجة حرارة 180، بتاخد حوالي ربع ساعة، ممكن نسيبها كمان دقيقتين تحت الشواية. بتطلع معانا زي ما انتوا شايفين ولا أجمل من كده. إذا ما كانش عندنا شواية هنسيبها حوالي تلت ساعة لحد ما تاخد اللون الذهبي ده تحت الشواية. دايما بقول لما نسيبها تحت الشواية بنسيبها دقيقتين ونكون مهدين الشواية بتاعتنا على الآخر. تطلع معانا بقى ونبتدي نقطعها زي ما هتشوفوا كده. بتمنى من قلبي انكم تدعموني. بتمنى اذا الفيديو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك، بشير، باشتراك للقناة علشان اكمل معاكم. واستنوني دايما في المطبخ مع سنة. بحبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.